بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلي وأسلم في البدء على خير من هدى الناس، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى عثرته وخلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة أجمعين. نحييهم ونتقدم إليهم بجزيل الشكر والعرفان على أن سلمونا هذا الدين الحنيف الذي نعتز بالانتماء إليه، وفي ذات الوقت نعتز بكل ما يربط هذه النفس الأمارة بالسوء، ما يربطها بدين الله القويم. واحدة من تلك هذه اللغة العربية. ثم نترحم كذلك على كل الشيوخ الذين غرسوا فينا حب هذه اللغة وعلمونا ونحن في النشء، وتركونا على المحجة البيضاء من لدن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر من يهدينا إلى الحق وإلى أشراف الأمور. كذلك أسأل الله سبحانه وتعالى مشاهدي الكرام دائما أن يجمعنا على الخير والمحبة، ونقدم ما هو مفيد لهذه عبر هذه القناة المباركة. وعزاؤنا طبعا أنه نحن نتوجه إلى الداخل. صحيح ما ينشر من تعليقات وهكذا على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا، يعني ما بيعكس المشاهدة الحقيقية، لكن نحن نراهن هناك على الداخل الذي يستمع إلينا ويشاهد كذلك قدر المستطاع. وإن شاء الله يعني هذه هي الحلقة 26، وكثير من البرامج تأتيكم عبر هذه الشبكة. أرجو منكم مشاهدينا الكرام أن تتفاعلوا مع قضاياها وتبدوا رأيكم فيما تطرحه من أفكار، سواء كان أفكار عقدية، أفكار تربوية، أفكار اجتماعية، وكذلك الأفكار اللغوية مثل هذا البرنامج وغيره من البرنامج التي يقدمها الدكتور حامد، له مني التحية. اليوم أنا أسعد أن أتحدث عن واحد من أولئك الشموس والكواكب الذين خدموا هذه اللغة وعشقوها منذ أن عرفوا فنونها وجمالها وآدابها إلى أن توفاهم الله سبحانه وتعالى إلى الرفيق الأعلى، وهو الشاعر المربي الجليل عبد الرحمن سكاب رحمة الله عليه، الذي توفي عام 2003. نعم عزيزي المشاهد، بعد أن تحدثت في الحلقة قبل السابقة فيما أظن عن يعني قرأت قصيدة للشاعر عبد الرحمن سكاب، وعكفت في البحث عن هذا النيزك وهذا النجم الكبير في نجوم اللغة والتربية، وبحثت والحمد لله وفقت إلى أن وصلت إلى موقع اسمه الرافد، وهو مجلة إلكترونية ثقافية شاملة تصدر عن دائرة الثقافة في حكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وسعدت كثيرا عندما وجدت هذا العنوان اللي هو عبد الرحمن سكاب الإريتري المهاجر، بقلم عبد الجليل عمر الشيخ. وسبحان الله هذا المقال كتب في يناير، يوم 3 يناير 2021، يعني مقال جديد. ولذلك وقرأت المقال ووجدت فيه كم هائل من المعلومات عن شاعرنا الكبير الفحل رحمة الله عليه عبد الرحمن سكاب. وتعميما للفائدة في قناة سلام، أنا سعيد أن نتحدث عن هذا الشاعر وفق ما هو منشور في برنامج مع اللغة العربية. يقول الموقع: هو عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن عثمان سكاب، ولد في مدينة كرن الشهباء بدولة إريتريا عام 1939، وفي مدينة كرن نشأ،
وترعرع في بيئة عائلية دينية اجتماعية طيبة، تلقى بها تعليمه في الكتاتيب خلوة الشيخ دويد، ودرس فيها المرحلتين الابتدائية والثانوية. هكذا كانت الأجيال، يعني يفتح لسانه ويتفصح في الخلاوة بتاعت القرآن الكريم، وبعد ذلك يدخل إلى المراحل، ولذلك هو يتشبع بكتاب الله وآياته العظام، وبعد ذلك يعني ينسرب في أي مجال من مجالات العلم والمعرفة. تقول الرواية عبد الرحمن سكاب رحمة الله عليه كان شخصية لطيفة، وكان رجل هادي ودود. أنا حتى زي ما حدثتكم عندما التقيته في أسمرة في بدايات التحرير، رجل صامت، والله فعلا يوريك أنه هو من الناس العظماء، والعظمة لله. فقد كان ودودا خلوقا عفيف النفس، مستقيما مهذبا، متمسكا بالقيم الأخلاقية العالية، حريصا على رضا والديه. يقول، هكذا تقول الرواية، يقول سكاب: والله لولا أنني سعيت في رضا والدتي ودعت لي بالتوفيق لما وصلت إلى ما وصلت إليه. يعني يؤكد على أنه كل ما وصل إليه المربي الجليل كان بدعاء الوالدة. ده ما يدل على أنه ربما والده رحمة الله عليه توفي وهو صغير، هكذا أظن. يعني إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. يعني العلماء دائما يقولوا كده، قالوا إنه الشيخ عصام الدين الشيخ العالم السوداني الجليل قال: العلماء يعني ما يقطع الأمور، يقول لك إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فأعتقد إنه والده ربما توفي وهو صغير. تقول المسودة أيضا: كان حاد الذهن شاعرنا سكاب، وكذلك إذ تفتق ذهنه بالشعر مبكرا، يعني حب الشعر وهو صغير، ويعود ذلك إلى القراءة. كانت القراءة هوايته المفضلة منذ نعومة أظفاره، يعشق الأدب ويتذوقه ويقرأ مصادره القديمة، يبحث عن الصحف والمجلات، يطالعها ويقرأ الكتب الثقافية التي كان يجدها بشق الأنفس، ومن النادر أن تجده من دون كتاب أو مجلة. وأحسب أنني برضو في أسمرة وهو جانا متقدم في العمر برضو في يديه شيء من ذلك. ويقول الكاتب: ويمكن للمستمع الكريم تقويم شخصية سكاب وأثرها على الآخرين من خلال النماذج التالية. بيذكر يعني، ولا بد من أن نذكر هذه المحاسن: حيث كان مرحا حضرة سكاب، وبشوشا كما يصفه عبد الرحيم الشاعر الذي التقاه عام 1988 وهو طالب في الثانوية. حينها كنت، يقول الكاتب، في الصف العاشر، ويقول: لو كنت تزور السودان، للشاعر سكاب، وقابلتك وبترتيب من صاحبي، وجدتك مرحا بشوشا غير متكلف، وجدت الجلال والوقار بسيطا ككل البسطاء. يقول: لو رحبت بي وأجبت على كل أسئلة البريئة بكل جدية، عندما سألتك عن آخر ما كتبت، قال الكاتب: مددت إلي بجريدة عربية فيها قصيدة عن الشاعر والعاشق الولهان ود أمير، ثم طلبت مني أن أقرأ عليك بعض أشعاري، فاستحسنت البعض وقلت رأيك في البعض بكل صراحة، وطلبت مني المواصلة والكتابة، ملأتني زهوا وخفت الغرور
أن يطغى علي، أي خفت الغرور أن يطغى علي، وأعطيتني المشكاة وأنرت طريقي فانطلقت، فشكرا لك أيها الرائع، فقد كنت بحق المعلم والمربي الجليل. هذا ما يقوله عبد الرحيم الشاعر عن المربي الجليل سكاب، كما رواها لنا الكاتب عبد الجليل عمر الشيخ. طيب، يواصل الكاتب فيقول: إذا كان عبد الرحيم الشاعر تلميذا بمبدأ الاحترام والتقدير لما لمسه من تواضع المعلم، فكيف بتلميذ تربى بين يديه؟ إنه الكاتب أحمد محمد إسماعيل، الذي عاش في اليمن فترة طويلة أو فترة طفولته ليكون محظوظا بمعلمه سكاب. طبعا أستاذنا سكاب يعني سكب في اليمن قرابة 3 عقود، يعني قرابة 30 سنة كان عايش في اليمن، إلى أن أصبح جزء من المجتمع اليمني، حتى أوشكت الجمهورية اليمنية أن تعطيه الجواز اليمني. وسنرى في سيرته الذاتية، وأصبح يعني يتقدم الصفوف ويتقدم، يعني يأتي، يعني هو زامل وتحدث إلى كبير شعراء اليمن عبد الله البردوني رحمة الله عليه. وإن شاء الله في يوم من الأيام نجي نقرأ عن الشاعر الكبير عبد الله البردوني، وآخرون كذلك صادقهم أستاذنا سكاب. ولكن العلاقة بينهما كما يقول بين السكاب رحمة الله عليه والكاتب أحمد محمد إسماعيل، العلاقة بينهما أصبحت ذات قدسيا حسب ما ورد في مقالته لسكاب. في مقالة الكاتب أحمد: سكاب خاصية النص الإريتري، ولعل الأمر الذي شجعني للكتابة هو قدسية تلك الفترة التي قضيتها تلميذا وابنا للأستاذ عبد الرحمن إسماعيل سكاب باليمن السعيد، وحظيت فيها بالتقرب من تجربته المميزة وشخصيته الودودة. إن شخصية سكاب مؤثرة على الكبير والصغير، لأنها شخصية جاذبة ومحبة للجميع، ولذلك نجد الشاعر محمود أحمد لوبينت، هذا شاعر واسم إريتري كبير، له كثير من الأشعار، بعضها قدمه عدد من المغنين، والكثير من الأشعار لهذا الشاعر، وهو شاعر وصحفي وبرضه فنان، وكذلك باحث في التراث. لوبينت يقيم بالمملكة المتحدة في بريطانيا، لندن تحديدا. نحيي من هنا محمود أحمد لوبينت. ويقول: لذلك نجد الشاعر لوبينت فخور بريادة سكاب وبثمن علاقته معه برابطة تلميذ بأستاذ وطالب علم بشيخه. هو يعتبر شيخه بالنسبة لأستاذنا لوبينت الراحل المقيم أستاذنا عبد الرحمن سكاب. تعرفت على الصديق عبد الرحمن في بداية 1964 في مدينة البعوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف بالقاهرة. أعتقد هذه شهادة يدلي بها لوبينت فيما أظن. كنا من القادمين الجدد، فارق العمر بيننا كبير، والمستوى التعليمي واللغوي لا يشجع على إقامة علاقات متوازنة بيننا، لكن حبنا للشعر العربي كان السبب في أن تربطنا علاقة وطيدة لتصبح رابطة تلميذ بأستاذه وطالب علم بشيخه. ويقول: كنت أهرع إليه كلما كتبت قصيدة جديدة ليستقبلني دائما برحابة صدر وابتسامة عريضة، ثم يطلب مني أن أقرأ عليه ما كتبت وبصوت عال، وبعدها تبدأ دروس التصحيح والتنقيح والتعديل والتبديل، مسبوقة طبعا بالثناء والتغريض. الكاتب بعد ذلك يتحدث تحت عنوان فرعي مدينة كرم الحاضنة الأولى للشاعر سكاب.
ويتحدث يعني يقدم بانوراما جميل عن مدينة كرن. كانت كرن مركزا حضاريا وصورة أنموذجية لمدائن إريتريا، حيث النسيج الاجتماعي متعدد الأعراق والثقافات، والعلاقات قائمة على مبدأ التسامح الإنساني، مما ساهم في التنوع الثقافي والأدبي، ونبغ من أبنائها كتاب في الصحف ومراسلون لها، منهم على سبيل المثال السيد محمد عمر محجب الذي عمل مراسلا لجريدة الزمان في الخمسينيات. وجريدة الزمان كانت إحدى الصحف الصادرة محليا آنذاك، كانت تصدر طبعا الزمان في أسمرة، وكان رئيس تحريرها نمر تشمر وهو مصري الجنسية. وكانت الصحافة الإريترية في حالة تنوع سياسي وثقافي واجتماعي، نذكر منها على سبيل المثال للحصر الأسبوعية العربية، الرابطة الإسلامية، أسمرة الثقافية، ومجلة المنار. ونحن تذكر عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة لبرنامج مع اللغة العربية، كنا ونحن نؤسس لهذا البرنامج كملامح تاريخية وخلفية، بحيث نقدم بانوراما شامل. تحدثنا عن الصحافة كيف ساهمت في دعم وتطوير وتثبيت أركان ودعائم اللغة العربية في إريتريا، وأشرنا إلى عدد من تلك الصحف والمجلات، حيث يقول الكاتب: ساهمت الصحافة الإريترية في إثراء الواقع الثقافي، وكانت مدينة كرن من المدن الفاعلة في الحراك الثقافي، وكان أبناؤها على اطلاع على الصحافة الوافدة أيضا، حيث كان الشباب الكرني يتهافت على الصحافة الواردة، سيبك من أسمرة حتى من القاهرة، مثل مجلة السياسة الأسبوعية ومجلة أبولو ومجلة الرسالة، يا سلام لصاحبها الزيات، وعلى ما كان يظهر في القاهرة من كتب للتراث العربي ومن كتب الأدباء والشعراء المعاصرين، كما تصلها صحافة عربية أخرى مثل مجلة العربي التي كانت تصدر ولا تزال بالكويت، ومجلة الدوحة. كما أن للثقافة كان لها وسائل أخرى مثل الإذاعة السمعية، كانت أول مساهم في الإثراء الثقافي لقدرتها على الوصول إلى أكبر شريحة من المستمعين، وأشهرها الإذاعات الموجهة، خصوصا مع وجود أكبر مركز اتصال في مصوع، المرفأ الثاني لبلادنا الحبيبة إريتريا، مصوع وعصب. وكذلك الاستماع إلى أحد وأهم وسائل الثقافة، وكل شخص يختار ما يحلو له من قنوات داعية. منهم من كان مداوما على سماع صوت العرب من القاهرة وخطابات الزعماء في ذلك الوقت، مثل خطاب عبد الناصر وتعليقات الصحفي الكبير أحمد سعيد. ومنهم من كان حريصا على سماع صوت الإسلام من مكة المكرمة، ومنهم الشيخ شيبة الحمد والشيخ عطية محمد سالم رحمهم الله جميعا. ولاسم شيبة الحمد مع شاعرنا شيء سنذكره في إطار الحديث عن السيرة الذاتية كما هي منشورة في موقع الرافد لكاتبها عبد الجليل محمد الشيخ. ويقول الكاتب: وإن كان أثر الشيخ شيبة الحمد هو الأكثر حضورا في ذاكرة السكاب، الذي اتخذه اسما لابنه الوحيد شيبة الحمد، وكنيته التي صاحبته حتى رحيله 2003، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كنيته الأخرى مرتبطة بابنته البكر تماضر، اسم الخنساء، تماضر بنت عمرو الخنساء، شاعرة العرب الكبرى عليها الرحمة والمغفرة. وشيبة الحمد هو زميل وصحفي وشاعر ما شاء الله، ابن أستاذنا سكاب. أنا أحييه عبر هذا البرنامج. شيبة الحمد هو طبعا، وقد أشرت إليه في حلقة سابقة، الآن أين هو لست أدري، ولكن هو من الصحفيين الكبار، وانخرط طبعا في الإعلام السوداني كما نوهت
لذلك في الحلقة السابقة. يقول الكاتب: هذه بيئة مدينة كرن الثقافية التي عاش فيها سكاب وتفاعل معها وشكلت بنيته الأولى، حيث كانت الرمز والرموز الحضارية والثقافية. يعني مدينة كرن كانت رموز، فيها رموز مثقفين وشعراء، من أمثال الأديب الأريب الأستاذ محمد أحمد سرور، الذي نظم قصيدة في رثاء الشهيد زعيم الشهداء الوطني الكبير الشهيد عبد القادر صالح كبيرة رحمة الله عليه. وأعتقد قرأنا شيئا من ذلك مما كتبه الأستاذ الشاعر محمد أحمد سرور في رثاء الشهيد عبد القادر كبير في هذا البرنامج. نشرت وقتها في الصحف العربية الصادرة في إريتريا، تحديدا في 15 أبريل 1949. والأستاذ محمد أحمد سرور هو أشهر من أن يكتب كاتب عن قدرته الأدبية. كان رجلا أديبا كبيرا، وثقافته العربية العريضة ومكانته العلمية المرموقة، بل هو علم من أعلام الأدب الإريتري العربي، له سجل حافل في إحياء الثقافة الإسلامية والقيام بنهضة أدبية رثاه يوم وفاته الأديب عبد الرحمن سكاب شاعرنا الكبير رحمهم الله معا بأجمل قصيدة. أنا أتمنى والله المستمع الكريم وأنت تستمع إلينا كل ما عندك عن الشاعر سكاب، خاصة ما كتبه عن الراحل الأستاذ محمد أحمد سرور، يا ريت تفيدون بها. أفادكم الله وجزاكم الله كل خيرا وإحسان. ظل سكاب عزيز المشاهد وفيا بأستاذه الأديب الأريب محمد أحمد سرور، وأكد ذلك في مقالة له منشورة في جريدة إريتريا الحديثة بتاريخ 18 يوليو 1993. وقد أشار إليه الكاتب الشاعر الإعلامي محمود أحمد لوبينت في مقالة مقتبسا ما كتبه سكاب عن الأديب سرور. يقول: كنت ممن تلقوا عن الأستاذ الكبير الأديب محمد أحمد سرور خلال فترة مبكرة مبادئ اللغة وأصول العربية، من نحو وصرف وبلاغة وفقه للغة، الأمر الذي أطلق لوجداني أجنحة التحليق عبر آفاق من أسرار هذه اللغة، وأطلعني على رياض يانعة من مروج بيانها الآسر. فكان رحمه الله صاحب ذائقة فنية، فكانت له كل عبارة جرى بها قلم، كما يقول سكاب، تفيض غناء وتنساب رقة وجمالا. لقد كان أستاذنا سرور رحمه الله كنزا من كنوز هذه اللغة، وواحدا من فقهاء أسرارها في تواضع. كان عليه الرحمة يوجهنا شأنه مع تلاميذه إلى الانتقاء ما ينبغي أن نقرأ، وينبهنا إلى الغاية مما نقرأ، وكان يحثنا إلى مزيد من التثقيف الذاتي والقراءة الجادة. ومن خلال هذا النص المقتبس يقف القارئ والمشاهد الكريم الآن وقفة إجلال وتقدير للزمن الجميل، حين كانت العلاقات قائمة على الاحترام والتقدير وإنصاف أصحاب الفضل الكبير. سنتوقف هنا لفاصل على أن نكمل بعد فاصل قصير حديثنا عن الشاعر سكاب، فكونوا معنا مشاهدينا الكرام. وها نحن قد عدنا المشاهد الكريم ونواصل الحديث فيما يخص أصدقاء شاعرنا الراحل المربي الجليل سكاب. يقول الكاتب: من المعروف أن لكل إنسان بيئة عامة مجتمعية، وأن الصداقة بيئة ذات خصوصية حسب أخلاقيات الشخصيات والقاسم المشترك بينهما، ومن ثم السؤال عن أصدقائه وعلاقاته التي ستوضح للقارئ الأثر الثقافي على شخصيته. وطبعا هنا نحن نقرأ من مكتوب للمستمع الكريم. من أصدقائه في كرن بالنسبة لأستاذنا سكاب
السيد أحمد محجب، والسيد محمد كردي، والسيد هاشم مهري. نحن نترحم عليهم إذا رحلوا من هذه الدنيا. فعن الأول كتب أخوه إبراهيم: لقد عرفته رحمه الله في الخمسينيات في مدينة كرن، حيث كان صديقا حميما لأخي الكبير أحمد عثمان محجب، وكذلك إخوتي الكبار الذين أكن لهم الاحترام والتقدير، وهم من جيل الأخ المرحوم سكاب. أذكر منهم الأخ مطهر شيخ خالد العمودي، الأخ محمد كردي، الأخ هاشم حسن مهري، والأخ علي الزبيدي، الأخ جامع عبد الرحمن، والأستاذ علي سرور، وغيرهم. وكتب زميلنا الصحفي السياسي المثقف مصطفى كردي، أحييه من هنا، عن علاقة والده بسكاب. قال: كان الأستاذ سكاب من أعز وأقرب وألصق أصدقاء والدي في مدينة كرن، التي كان والدي يقيم فيها سمرا أدبيا يحضره ثلة من المثقفين من أبناء مدينة كرن. وكنت رغم صغر سني إذ ذاك أحضر بعض مجالسهم وأستمع إليهم وهم يتحاورون في الحلال والحرام والمندوب والمكروه وغيرها من ضروب الفقه. وأما هاشم مهري الذي كانت له محاولات شعرية حسب ما ورد في كتاب كرن الأصالة والتراث، أخذ ما قدر له أن يأخذ من بطون التراث الثقافي العربي، فأصبح قارئا متذوقا للأدب العربي وموصولا برواده، وهو من جيل الأديب الإريتري المرحوم عبد الرحمن سكاب، ومن أقرب أصدقائه في كرن جمعتهما الثقافة العربية ووحدة الرؤى الفكرية، إذ كانا يجلسان معا لساعات طوال ينهلان من كتب الأدب العربي ما استطاعا إلى ذلك سبيلا. الآن سادتي نأتي إلى الرحيل والترحال ومحطات الاغتراب بالنسبة لشاعرنا سكاب. كتب على الإنسان أن يعيش رحلة الاغتراب منذ خروجه من رحم الأم إلى رحم الأرض، وقد بدأت الرحلة حين غادر شاعرنا الكبير عبد الرحمن سكاب مدينة كرن لأول مرة عام 1960 متجها إلى سلطنة أواسا إثيوبيا، حيث عمل لمدة عامين معلما لأبناء السلطان علي مرح محمد حنفري، ومدرسا في معهد السعيتة الإسلامي الذي أنشأه السلطان علي مرح. عاد إلى مسقط رأسه إلى مدينة كرن ليودع أهله وأصحابه وأساتذته، وليشد الرحال هذه المرة إلى قاهرة المعز لدين الله الفاطمي على القاهرة. القاهرة كانت القلعة العلمية الكبيرة بالنسبة لأستاذ سكاب، له ولغيره من كل الذين وصلوا القاهرة وهي قلعة العلم ليتزودوا منها. وقد من الله علينا مؤخرا كذلك أن أخذنا منها شيئا في مرحلة الدراسات ما فوق الجامعية. كانت القاهرة مركزا للكثير من التحولات خلال الستينيات، وعاشت الأجيال تجارب سياسية واجتماعية وثقافية، وهي تداعيات القومية العربية التي تبنتها ثورة 23 يوليو 1952، ثم جاءت هزيمة يونيو 67 لتزلزل الوجدان العربية كلها، وما تلاها من انعكاسات على الكثير من مناشط الحياة بما في ذلك الشعر العربي. قضية شاعرنا المرحوم الأولى، حيث التيارات والتجارب من قصيدة التفعيلة والنثر، وموقف أصحاب القصيدة الخليلية، وما إن تم النصر في 10 من رمضان 73، حتى تحولت هذه الأصوات إلى الغناء بالنص، وأخرى طواها النسيان، أو تحولت إلى قوة مضادة.
عاش شاعرنا الكبير عبد الرحمن سكاب في القاهرة خلال تلك الفترة وأمواجها المتلاطمة، حيث وصل إليها مرورا بالسودان عبور فقط، والتحق بالأزهر الشريف لإكمال المرحلة الثانوية ومن ثم الجامعية في ظل تلك الأحداث. لكن سكاب على الرغم من تفاعل تلك المدارس الجديدة ظل متزنا ومهتما بالدراسة وعلاقات حسنة مع الجميع، حتى حصل على الإجازة العالية من كلية اللغة العربية عام 1974، يعني وصلها سنة 60. وأفاد من كل ذلك ثراء في الفكر وسعة في الخيال ونموا في الموهبة الأدبية وبلوغا إلى الأسلوب. يعني جالس شخصيات أدبية كبيرة فكرية وسياسية. كان سكاب مهتما بأشياء يعني فعلا تدل على أن الرجل كان هميما. يذهب إلى الجامعة في الأزهر ويشارك في أنشطتها ضمن أسرة مجلة الغرباء الشهرية التي تصدر من داخل الحرم الجامعي، ويذهب للنادي الطلاب الإريتري في شارع شريف وسط القاهرة، يلتقي أصدقائه ويشاركهم في الأنشطة الثقافية، ويذهب مساء كل خميس إلى منطقة عابدين، قصر عابدين، حيث يلتقي في أحد مقاهيها نخبة من أبناء كرم، أي كرم بويز زي ما بيقولوها، أحبابنا في كرم ولهم التحية. وتجده صبيحة يوم الجمعة في صالون العقاد، وما أدراك ما العقاد. يجلس في غرفته رقم 4 الدور الثاني عمارة رقم 26 مع الكتاب، يعني الكتاب الناشئين، يقرأ وينظم الشعر ويستقبل كل من يزوره برحاب الصدر مع ضيق المكان بالكتب. يا سلام، رحمة الله عليه. وبهذا استطاع سكاب أن يحافظ على علاقاته مع أصدقائه خلال الفترة التي أمضاها بالقاهرة. لذلك كثر أصدقائه من الإريتريين والعرب، فمن الإريتريين الشاعر والمسرحي أحمد سعد رحمة الله عليه على سبيل المثال للحصر. أحمد سعد شاعرنا الكبير طبعا توفي مبكرا بالجماهيرية بليبيا، يعني إثر حادث مرور، يعني له الرحمة. وإن شاء الله في يوم من الأيام نقرأ. هو واحد من الذين أثروا يعني ودعموا المكتبة العربية، وله كثير من القصائد والمسرحيات الشعرية. أحمد سعد يأتي في مقدمة، يعني يأتي في قائمة شعرائنا سكاب وغيرهم من الشعراء الكبار. ومن العرب يعني كان صديق شاعرنا سكاب وزميله كذلك زمالة الدراسة في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشاعر الفلسطيني الكبير عبد الرؤوف يوسف، الذي توفي عام 2014، والذي كان صديقا للشاعر اليمني حسن أحمد اللوزي، توفي السنة اللي فاتت 2020، ومن ثم أصبح سكاب صديقا للوزي. ومثلما بدأت صداقة الثلاثي في القاهرة، فقد اكتملت في اليمن مع اللوزي. وكان من ثمار صداقة اليوسف واللوزي إصدار الديوان الشعري الأول أوراق اعتماد لدى المقصلة دار العودة 1972. وكان إصدار هذا الديوان ضمن حراك الحداثة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي بقيادة الشاعر المصري حسن طلب، مؤسس جماعة إضاءة للشعر عام 1977، الذي أصدر ديوانه الشعري الأول منفردا، والشاعر المصري محمد سليمان الذي أصدر مجموعته أعلن الفرح مولده عام 1980، واليمني اللوزي، وهم من طلاب جامعة القاهرة. ورابعهم الشاعر عبد الرؤوف يوسف من جامعة الأزهر، حيث اتفق الأربعة على إصدار مجموعاتهم الشعرية الأولى. ولم يكن سكاب بعيدا عنهم مع صداقته لعضوين من المجموعة، لكن ظل سكاب، وهذه معلومة هامة جدا، وفيا للقصيدة الخليلية بأوزانها وبحورها وتاريخها وجمالياتها، دون أن تجده ضد أو مع، لأن سكاب يحترم الاختلاف
ولا يسمح للأمر أن يصل إلى الخلاف. رحمة الله عليه الشاعر سكاب، لكنه كتب بشعر التفعيل، لكن هو ظل وفيا للقصيدة الخليلية بأوزانها. ثم الكويت كانت دار ضيافة بالنسبة لشاعرنا. انتقل سكاب رحمة الله عليه إلى دولة الكويت، حيث أمضى فترة وجيزة في ضيافة أخوين كريمين هما الأستاذ صالح محمد إسماعيل نقيب المعلمين الإريتريين الذي توفي 2013 رحمة الله عليه، ومربي الأجيال سليم ابن سليم الكردي الذي توفي 2019 رحمة الله عليه. وخلال تلك الفترة تم ترتيب وضعه الوظيفي للعمل في هيئة البعثات التابعة للهيئة العامة للجنوب العربي والخليج، وتم اعتماده معلما في الجمهورية اليمنية الشعبية الديمقراطية. ولعدن والإقرار بعروبة إريتريا يرجع الفضل لأخونا أستاذنا ومربينا الجليل المعلم أستاذنا سكاب، وهو كذلك أخونا حيث المؤمنون إخوة. عاش في اليمن 3 عقود إلا 2 من عام 1975 وحتى عام 2003 رحمة الله عليه. عمل خلالها معلما في عدد من مدارس عدن وحضرموت، وشاهد مختلف التيارات السياسية والفكرية والأدبية التي ظهرت في تلك الحقبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى آخر يوم في حياته، حيث كانت عدن حديقة للتيارات ومنظمات التحرر الوطني الفلسطينية والإريترية. كان عبد الرحمن سكاب من أوائل الأسماء الشعرية التي شدت انتباه الشعراء العرب في وقت كانت فيه القصيدة في إريتريا تعاني من عزلة عربية، ظنا أن اللغة العربية حصرية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. هذه مغالطة طبعا، ولم ينظر إليها باعتبارها لغة عالمية إلى اللغة غير محصورة جغرافيا بمكان وزمان محدد. وما يؤكد ذلك ما حدث معه خلال مشاركته في مؤتمر المعلمين العرب المنعقد في عدن 1979 بصفته أي شاعرنا سكاب عضوا في اتحاد المعلمين الإريتريين، حيث انتزع اعتراف العضو الفلسطيني بعروبة إريتريا. قال: أصدقكم القول للعضو الفلسطيني هذا الكلام، أصدقكم القول أنني حتى اليوم كنت أعتبر عروبة إريتريا مسألة سياسية. أما اليوم كما يزعم الفرعون الحاكم بأمره، قال الفلسطيني: أصدقكم القول أنني حتى اليوم كنت أعتبر عروبة إريتريا مسألة سياسية، أما اليوم فقد اقتنعت بعروبتها، وذلك للاعتقاد بأن الحضور الإريتري مجرد قضية سياسية، لكن بعد سماع صوت سكاب وقصائده كان الإقرار بأن إريتريا عربية أرضاً وشعباً وثقافة. وهذا ما درجنا نسير عليه في هذا البرنامج وغيره كحقيقة، لكن الناس للأسف الشديد يقيسون الواقع ويحكمون بما تعيشه الأمم في فترات استثنائية كما تعيش إريتريا اليوم، فترة استثنائية وإن شاء الله تعدي بإذن الله. وتحت عنوان فرع يقول الكاتب: لا بد من صنعاء ولو طال السفر. انتقل شاعرنا الكبير إلى صنعاء بعد الوحدة بين شطري اليمن، وعمل معلما في مدارس صنعاء الأهلية كمتعاقد، واستعان به الأستاذ صالح محمد إسماعيل نقيب المعلمين الإريتريين ليكون سندا له في مواقفه والمشاركة ضمن الوفد الإريتري المشارك في اجتماع مجلس اتحاد المعلمين العرب والمنعقد في شهر يناير 1991 في صنعاء. انتقل أستاذنا سكاب للعمل في الدائرة الأدبية واللغوية في مركز الدراسات والبحوث اليمنية، وأصبح عضوا شرفيا في اتحاد أدباء وكتاب اليمن، مصاحبا نخبة من الأدباء والمثقفين أمثال الراحل شاعر اليمن الأول والأكبر
عبد الله البردوني رحمة الله، وعبد العزيز المقالح رحمة الله عليه، وحسن الشرفي، وعبد الله عبد الوهاب نعمان، وصديقه حسن اللوزي وآخرون. مع حلول يوم السبت الرابع من ذي القعدة 1424 للهجرة النبوية الشريفة، 27 من ديسمبر 2003، وافاه الأجل في صنعاء شاعرنا الكبير عبد الرحمن سكاب. وافاه الأجل في صنعاء ودفن فيها، وكانت لوفاته رنة حزن في الأوساط الأدبية، حيث شارك الأدباء والشعراء في رثائه بعد أن نعاه الناعي في الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بتاريخ 30 ديسمبر 2003. قال فيه ببالغ الأسى ينعي اتحاد الكتاب والأدباء اليمنيين الشاعر العربي الكبير عبد الرحمن إسماعيل سكاب. وأوضحت الأمانة العامة سيرة الشاعر وإسهاماته الشعرية والأدبية في الحياة الثقافية اليمنية والعربية، والاحترام والتقدير من الشعب اليمني والنخب المثقفة التي منحته العضوية الشرفية في الاتحاد تقديراً لجهوده في خدمة التعليم والثقافة في اليمن. ليس ذلك فحسب، بل كانت هناك مطالبات جادة وملحة لمنحه الجنسية اليمنية تقديراً لعطائه ودوره الكبير. بعد ذلك بدأت الأوساط الثقافية الإريترية، ولا بد من ذكر ذلك كما ذكره الكاتب، خصوصاً موقع عونا الإلكتروني، وأنا أحيي مؤسسة أخونا عبد الوهاب أبو وليد، ومجلة النهضة بالاهتمام بالحدث. النهضة إذا كان الموقع لأخونا الشيء التحية، ولإذا كانت مجلة النهضة شيء آخر برضو نحييهم. اهتمامهم بما ذكر عن الشاعر سكاب مما جعل القارئ العربي على اطلاع على سيرة عبد الرحمن سكاب الأدبية منذ مولده حتى وفاته من مثقفين يعرفونه جيدا، من أصدقائه وتلامذته والذاكرة الإنسانية. ونذكر على سبيل المثال الحصر السيد إبراهيم عثمان محجب، والزميل الإعلامي المثقف أخونا مصطفى كردي، وعبد الرحيم الشاعر، والشاعر الصحفي أخونا أستاذنا محمود أحمد لوبينت الذي سطر مقالة له في مجلة النهضة. كما أفردت إريتريا الحديثة صحيفة المجموعة الحاكمة في أسمرة في 10 من فبراير 2004 في صفحتها الثقافية آداب وفنون مساحة للكتابة عن سكاب أديبا عملاقا وشاعرا فذا، وذكر عدد من الذين كتبوا عن الشاعر سكاب في تلك الصحيفة. وجاء موقع أيلول الثقافي كذلك تناول السيرة العاطرة لشاعرنا عبد الرحمن سكاب. سنتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة بهذا الحديث الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وفاء وعرفانا لما كتبه وما ساهم به أستاذنا الشاعر الكبير عبد الرحمن سكاب، الشاعر الذي أثرى العمل الثقافي في الشعر وفي اللغة العربية باعتباره مربي جليل. نقلنا هذه المعلومات عن المجلة الإلكترونية الثقافية الشاملة الرافد، وهي دائرة الثقافة، أي تصدر عن دائرة الثقافة لحكومة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة. استعرضنا لكم المقال الذي جاء تحت عنوان عبد الرحمن سكاب الإريتري المهاجر بقلم عبد الجليل عمر الشيخ، نشر في يناير 3 2021. رحم الله شاعرنا الكبير، وكل من أراد أن يدلي بمعلومة عن هذا الشاعر الفحم المربي الجليل عبد الرحمن إسماعيل عثمان سكاب، المجال مفتوح في قناتنا سلام الإعلامية. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وعلى ما هو مفيد لنا ولكم جميعا. هذه كانت الحلقة رقم 26 خصصناها للشاعر المحترم المربي الجليل عبد الرحمن سكاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة ويثيبه على ما قدم من علم وتربية وتثقيف وتعليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن شاء الله. لك الحمد والشكر على هذا وذاك. كنت معكم سيداتي سادتي في الإعداد والتقديم محدثكم أحمد شريف، من زملائي في شبكة السلام مخرجين ومنفذين ومشرفين، لهم التحية وتحياتنا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.